ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. معلش انا مكملة شوية في موضوع المواصلات اهو. بيكلكسوا اهو. آه الموضوع تعبني. الموضوع تعبني من كم الحاجات اللي بشوفها والله. والنهارده بقى هنتكلم عن سواقين الميكروباص. مأساة مأساة مأساة. يعني النهارده طبعا سيبك، احنا دلوقتي في الاجازه ومفيش طلبه وبتاع، فالمواصلات في الرايق. المواصلات في الرايق. آه فيعني ماشي. فالواحد ما مش تعبان قوي اليومين دول في المواصلات يعني. سيبك من الحر، مش مشكلة اهو. شهر وهيعدي، لكن المواصلات حلوة جميلة في اللذيذ. ربنا يديمها يا رب علينا نعمة. بالنسبة بقى لما بتبتدي بقى الدراسة، بيبتدي بقى الحرب الضروس. أول ما الدراسة بتبتدي، ليه بقى؟ أنا معرفش. هما الطلبة ماشي موجودين، بس يعني ليه يعني ال- عدد العربيات الميكروباص ما بتزيدش طردي مع عدد الطلاب اللي بيزيدوا كل سنة؟ يعني ليه نفس العدد هو بتاع الميكروباصات هو اللي بيخدم ال100 مواطن، لما ال100 مواطن دول بيبقوا 200 نفس العدد برضو بتاع الميكروباصات؟ طب ما تزودوا شوية. يعني ايه، الناس مش عايزة تشتغل يعني؟ ليه كده نطحن في بعض كده ونرزل على بعض ونزق بعض كده في المواصل؟ ليه يعني؟ اول لما الطلبه بتبتدي بقى تنزل بقى المواصلات وكده، فطبعا الدنيا بتتزحم. يعني انا فاكره في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت، والله العظيم كانت بهدله ما بعدها بهدله، بهدله ما بعدها بهدله. يعني الناس كانت بتضرب بعض مش بيضربوا بعض بس، كميه الناس اللي واقفه مستنيه مواصلات مش لاقيه كتير 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 يعني. وانا هنا برضه بقى كلامي للسواقين الميكروباص: ليه حضرتك لما بتبقى الدنيا زحمه وبتيجي داخل الموقف، حد يسالك يا عم انت رايح كفر الزيات، رايح بسيون؟ يقول لك لا. وانت بتبقى عارف ان السواق ده على الخط ده، وبتبقى عارف ان العربيه دي مكتوبه كفر الزيات ومكتوب بسيون، ويقول لك لا ويسيبك ويدخل جوه ويخش يحمل. بص تلاقيه بيحمل الحته اللي طب ليه؟ طب يا عم انت مش خايف على نفسك من الكذب ده؟ يجي لك مرض ولا حاجه؟ يعني والله العظيم الواحد بيخاف يكذب لا يطلع على جبتته وحياة ربنا في الدنيا قبل الاخره. طب يا عم انت مش خايف من ربنا؟ مش خايف على اكل عيشك؟ طيب مش عايز تشتغل يعني؟ يعني دلوقتي انت استفدت ايه لما كذبت عليا ودخلت جوه وحملت من جوه؟ ليه يعني؟ ليه؟ والله العظيم بجد انا نفسي اسال السؤال ده لكل السواقين الحلوين بتوعنا. ويعني خد بقى الحركه المستفزه بقى اللي اكتر منها، بقى الحركه المستفزه بقى اللي بعدها: يدخل تقول له كفر الزيات، يقول لك اه كفر الزيات. طب انا واقفه اهو، وده مكان اللي المفروض تركن فيه، تروح ليه تلف الموقف كله وتجري الناس وراك من اول الموقف لاخره علشان تركب؟ يعني يا ريس، ما انا هو الموقف اهو والركاب اهو انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ ما احنا كلنا واقفين اهو. يقول لك ايه، اصل هما بيدوخونا لما بيبقى في مواصلات. الله اكبر، عايزه اتفضل الاذان يخلص. يا عم بنتنك ايه يا عم؟ هو احنا لو كنا بنتنك كان زمان بقى ده حالنا. احنا بنخش العربيه نقول يعني لا بنتنك ولا بنعمل اي حاجه. احنا بنقول طالما في اوبشنات يعني ان احنا ممكن نركب العربيه دي ونركب العربيه دي، فبنستغلها عادي يعني. ما فيهاش حاجه يعني، لا بنتنك، مش قصدنا نتنك يعني ولا حاجه. في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت انتوا بهدلتونا اخر بهدله. والله العظيم انتوا ما كنتوش بترضوا تنزلوا الموقف من اساسه. ويعني انا كنت بخرج مثلا من الشغل مثلا من الساعه 4 ولا 5، بلاقي الموقف زحمه كانها الساعه 2 الظهر. والله العظيم انا عمري في حياتي، انا بقالي 10 سنين عمري ما شفت المنظر ده. عمري ما شفت حكايه زحمه المواصلات الساعه 5 المغرب دي. ومش
انا لوحدي يعني، ده ناس كتير، انا يعني كل الركاب كانوا كده، وكتر خيرهم. حتى والله كان في اتوبيسات بتنزل عشان تفك ازمه، وهي كانت بتفك ازمه بصراحه يعني، كتر خيرهم. بس ليه يعني ننكد على بعض كده ونضايق بعض ونرخم على بعض كده؟ وفي موضوع تاني مضايقني دلوقتي، لما سعر السولار بيغلى ولا البنزين البنزين مش مشكله، أنا بتكلم على السولار. دلوقتي لما سعر السولار بيغلى جنيه ولا جنيه وربع، انت بتعلي على النفر الواحد 50 قرش. يعني انت بتاخد من ال 14 نفر 7 جنيه زيادة. يعني هو السولار يغلى ربع جنيه ولا جنيه، تزود انت 7 وتحط الباقي في جيبك وتقول لك امال يعني هتحمل يعني انا زيادة؟ لا يا بابا، انت مش هتتحمل الزيادة ولا حاجة. الزيادة دي انت واخدها من الزيادة اللي قبلها واللي قبلها، انتوا بس بتنسوا الزيادة دي. انت واخدها من زمان، انت حقك واخد تلت من تلت ومتلت دي، يعني احنا اللي بندفع، مش حضرتك والله. فانت واخد حقك من الزياده اللي قبلها واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها كمان. لكن ازاي زيت مع الزيت؟ انا شايفه ان 90% من زياده الاسعار ده سببها، بدل ما بيزود 1% بتزود 50 و60 وساعات الضعف والضعفين. فكله على حساب الزبون، حضرتك ما تدفعش حاجه من جيبك يعني. وبعدين معلش برضو، انا والله العظيم لو لو املك كنت اوقف ظابط ايه، هو مخبر هيظبط الليله دي كلها. والله العظيم ما في سواق ميكروباص واحد هيقدر يعمل ربع اللي هو بيعمله ده. هيقف ويحمل في موقفه، وهيلتزم بالاجره ولا التسعيره، مش عارفه بيسموها ايه، ولا هيحصل اي حاجه من المهزله اللي احنا بنشوفها دي. والله العظيم البنات بتبقى واقفه في المواصلات، يا عيني تشوفها بتطلع تجري ورا العربيه علشان تركب، ولا تبص تلاقي في حد ولد زقها عشان يركب هو. فحاجه في منتهى الاهانه يعني بصراحه للادميه، مش بس للبنات. فلو في ضابط ورابط في الموقف ده، والله العظيم من قسم الشرطه، ساعتها هتعرفوا ان الله حق، محدش هيقدر يعمل اللي انتوا بتقولوه ده. فيعني يا ريت بس بالراحه على بعض، وواحده واحده على بعض، لان مفيش حاجه مستاهله. واحنا والله الدنيا حلوه، بس احنا اللي مصعبينها على بعض. انا بصراحه شايفه كده. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. بصوا يا جماعه، هو مش محتوى القناه ولا محتوايا ولا اي حاجه، لكن انا اشتريت البتاع العجيب ده ب 16 جنيه. 16 جنيه يا مؤمن، بتاع لونه اخضر العجيب ده. فمعلش انا عايزه ثمن البتاع ده تاني، لانه طعمه استغفر الله العظيم يا رب، هو جوافه على نعناع. انا والله منزل الفيديو على امل ان انا اخد ال 16 جنيه تاني.